في لقاء بمسؤول إيطالي مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، أكد مستشار رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي لورينزو أورتونا خلال هذا اللقاء اللي جمعه بمقر الوزارة، أكد مواصلة الجانب الإيطالي دعم مشاريع الطاقات المتجددة في تونس من خلال مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والحرص على إنجاز مشاريع جديدة في الفترة القادمة. ومثل التعاون التونسي الإيطالي في المجال الطاقي محور اللقاء اللي جمع وزيرة الصناعة بوفد رفيع المستوى عن المؤسسات الإيطالية الناشطة في قطاع الطاقة برئاسة مستشار رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي وحضور سفير إيطاليا بتونس وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وبحث هذا اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لا سيما في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإيطالية قصد الاستفادة من خبراتها في المجال. ونوهت ثابت شيبوب من جهتها بأهمية النهوض بإنتاج الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر للتقليص من الانبعاثات الغازية الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وأبرزت في هذا الخصوص ما تتمتع به تونس من مزايا في مصادر الطاقات المتجددة والتي تضمن لها التموقع في هذا القطاع الحيوي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. انتدابات في الخارج عبر وكالة التعاون الفني، حيث بلغ عدد المنتدبين بالخارج في إطار التعاون الفني من خلال العروض الواردة على الوكالة التونسية للتعاون الفني في السداسي الأول للسنة الحالية 2024 بلغ 1493، يعني حوالي 1500 منتدب حسب بلاغ نشر على الموقع الرسمي للوكالة. وتلقت الوكالة 78 عرض من مؤسسات بالخارج لانتداب كفاءات تونسية، وتم في إطارها إجراء 19 مقابلة انتداب، منها 12 حضوري بمقر الوكالة و3 أديستانس و4 اختبارات تطبيقية. وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات ب 44% من مجموع الانتدابات، حيث تم انتداب 650 إطار طبي وشبه طبي، و171 منتدب في قطاع التعليم، و164 في الإدارة، و125 في الصناعة، بالإضافة إلى 136 منتدب في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية. وكانت ألمانيا وكندا الوجهات الأولى المستقطبة للكفاءات التونسية خلال السداسي الأول لهذه السنة، حيث تم انتداب 325 تونسي بألمانيا و325 بكندا و172 في فرنسا، فيما بلغ عدد المنتدبين بالبلدان العربية والبلدان الأوروبية على التوالي 364 و361 منتدب، أي ما يعادل نسبة 24% من المجموع العام لكلا المجموعتين. كما سجلت الوكالة انتداب 59 شخص بالبلدان الإفريقية و15 منتدب بالمنظمات الدولية والإقليمية، وبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني 25681 متعاون حسب البلاغ الصادر رسمياً. اعتبر فوزي بن عبد الرحمن الناشط السياسي والوزير الأسبق اليوم في تصريح ليه أنه اعتماد مؤسسة رئاسة الجمهورية على صفحة الفيسبوك للتواصل الرسمي أمر غير معقول وغير صحي حسب تقديره. وقال بن عبد الرحمن في تصريح له اليوم أنه رئاسة الجمهورية مؤسسة عريقة وقديمة ولا يمكن أن تكون سياستها التواصلية هي الفيسبوك حسب تعبيره. وتحدث عن إعلان رئيس الجمهورية يوم الجمعة الماضي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال يفترض أن يكون لرئيس الجمهورية وسائل أخرى للتواصل مع المجتمع.
ومن حيث الشكل فمن غير المعقول أن تعلن رئاسة الجمهورية عن ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية، وفي الواقع المواطن قيس سعيد هو الذي ترشح حسب تقديره، وقال ليس له الحق في استعمال إمكانيات الدولة والتوجه إلى برج الخضراء بالنظر إلى رمزية المكان من أجل سبب شخصي لإعلان ترشحه. واعتبر أن تونس ليس لها إشكال في علاقة بالحدود، وإنما المشكل هو وحدة المجتمع الذي يتفكك. وأضاف أن تقسيم البلاد واعتماد لفظة خونة خطير جدا حسب قوله، وقال أنه على قيس سعيد كرئيس للجمهورية وكمرشح للانتخابات أن يقدم ماذا قام به وما سيقوم به في علاقة بوحدة الوطن وهي وحدة مجتمعية. واعتبر أنه عناصر فشل سعيد عديد وأكبرها وحدة المجتمع وتقسيمه على حد قوله. وفي حديثه عن إجراءات الترشح للانتخابات تساءل عن سبب طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للبطاقة عدد 3 من المترشحين في حين أنها قادرة على الحصول عليها مباشرة من الدولة. كذلك نفى أن يكون كل المترشحين على قدم المساواة، وبين أن هناك ترشحات فولكلورية وهو أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم، حيث يبحث البعض عن شهرة شخصية، وفي المقابل توجد ترشحات جدية. وقال هناك أشخاص جدية ولها حظوظ وفيرة ولكن منعت من الترشح بسبب قضايا سياسية حسب تقديره. وأضاف أن المجتمع السياسي في تونس منقسم إلى شقين، يعتبر الأول أنه يتعين عدم المشاركة والمقاطعة في ظل غياب الظروف الملائمة، في حين يختار الشق الثاني المشاركة حتى في ظل عدم توفر مناخ ملائم. وتساءل عن تزكية النواب، واعتبر في سياق متصل أنه مسار 25 هو مسار قيس سعيد على حد تعبيره. وقال عبد الرحمن أنه انتقاد قيس سعيد ليس كشخص وإنما كسياسي بالنظر إلى التوجهات والاختيارات التي يقوم بها. وقال وضع الأجسام الوسيطة هش كثيرا، وكنا نعتقد أن الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني. توفي 55 شخص على الأقل اليوم إثر انزلاقات تربة عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة غوفا في جنوب إثيوبيا حسب ما أفادت السلطات المحلية، واللي قالت أنه عملية الإغاثة مستمرة. وقال المسؤول في منطقة غوفا الإدارية في بيان نشرته سلطات المنطقة حيث وقعت الكارثة، قال تم العثور على أكثر من 55 جثة بعد انزلاقات التربة اللي سببها هطول أمطار غزيرة صباح اليوم، وقد ترتفع حصيلة الضحايا حسب تعبيره.